الجديد بخطوة واثقة مضت في تحقيق حلم الطفولة. حاجة عثمان ابنة ال35 عاما نالت بفضل تميزها رخصة قيادة للطائرات لتصبح أول سودانية تدخل هذا المجال الذي كان حكرا على الرجال، تاركة وراءها مهنتها كطبيبة. بخطوة واثقة مضت في تحقيق حلم الطفولة. الحاجة عثمان ابنة ال35 عاما نالت بفضل تميزها رخصة قيادة الطائرات لتصبح أول سودانية تدخل هذا المجال والذي كان حكرا على الرجال، تاركة وراءها مهنتها كطبيبة. إنك تكون متابع حلم من أنت صغير، وأحيانا كثيرة تفقد الإحساس بأنك أنت في يوم من الأيام ممكن تصله، وفجأة إنه يتحقق بين يدينا، وخلينا ناهيك عن إنك أنت طاير في السماء. يعني ده وصف بيوصفه أي زول لمدى فرحته. يعني لو عايز تزعل أي زول فرحان قدر يشرب يقول لك أنا طاير من الفرح، وما بالك أنت تكون فعلا طاير. بمهارة عالية تبث الطمأنينة في نفوس المسافرين عبر الأجواء، وبحرفية كبيرة تدير مقود الطائرة، فهي كثيرا ما تتلقى التهاني بعد كل رحلة على مهاراتها المتجددة في التعامل مع عملية الإقلاع والهبوط. عملت لاندنج جميل وهبوط يعني في مدرج مطار الخرطوم، ودخلت هنيتها قلت لها مبروك وربنا يوفقك، فقالت لي لا أنا دايرة أفضل من كده. فهي ما شاء الله عليها زولة مطلعة وزولة عندها رغبة، وهي حابة الطيران يعني بدلالة إنه يعني خلت المجال بتاع الطب واتجهت إلى مجال الطيران، وإن شاء الله بتتوفق. يعني أي شيء رغبة وطموح، لو زول عنده طموح بيعمل الشيء ده. سفر المرأة السودانية في السابق لم يكن سهلا في مجتمع عرف بطابعه الذكوري، ولكن ومع تغير الواقع وتبدل الكثير من المفاهيم بات الأمر عاديا. أما جلوس المرأة في قمرة قيادة الطائرة يحلق بها أبعد من ذلك، ويعطيها فرصة رفع سقف طموحاتها وتحقيق أحلامها متجاوزة مخاوف المجتمع. الصعوبات الأولى اللي هي إقناع الأسرة بالمجال ذاته، لأنه كانوا شايفين إنه مجال ما مناسب للبيت، والحمد لله يعني أسلي بقوا من أكثر الناس بيدعموني. الصعوبات الثانية في إنه مجال الطيران ما المجال اللي أنت أكاديمي بتخش بأكاديمياتك، يعني بيحتاج منك لماديات وكذا. أما بقية الصعوبات بالنسبة لي ما كانت يعني شيء صعب، لأنه من حبي للمجال. يعني أنت لما تحب حاجة مهما لقيتك صعوبات فيها تحس بها بسيطة قدام الشيء اللي أنت عايزه. 650 ساعة هي عمر الحاجة في الأجواء، ساعات كثيرا ما تبعدها عن أهلها ومجتمعها، لكنها تقول إنها راضية على تبعات هذا العمل الشاق على جنس النساء، لأن تحقيق حلم الطفولة يستحق ذلك.